مش عايز الموضوع يبقى مكرر، بس المرة دي هاخدك في حاجة مختلفة تماما عن الكتاب اللي اتكلمنا عنه قبل كده. المرة دي الموضوع مختلف. الموضوع لو اللي فات كان أصعب، فالمرة دي هيبقى أسهل بكتير. المرة دي هكلمك عن كتاب هو أصلا ملخص نفسه، وعشان كده حلقة النهاردة هتكون حلقة صغيرة في الوقت لكنها مهمة، تعرفك على كتاب جديد مهم، كتاب جديد تاخد منه مواقف كتيرة، وهو ميزته من الكتب التفاعلية جدا. الكتاب عنوانه لأنها تفرق، وتعالى بقى تعرف ليه لانها تفرق، والكتاب بيتكلم عن ايه، وايه التفاصيل اللي موجودة جوه الكتاب. النهاردة الكتاب بتاعنا هو كتاب عن التربية، بس كتاب بسيط جدا، كتاب يعني نقدر نقول عليه حد قرأ كم كبير جدا من الكتب في التربية، وابتدى ياخد أهم المواقف منها والمواقف البسيطة، وقدر يلخصها لك في شكل بسيط جدا، وقدر ياخد لك الحاجات دي وانت بقى تتفاعل معاها. وهنا اللي هشرحه لك في الكتاب، واللي بيتكلم عن 20 مبدأ في تربية الأطفال لا غنى عنهم. والكتاب بسيط قوي، وهو كتاب يعني خليني اقول لك المبادئ اللي فيه: التدليل الزائد، توقعات مثاليه، عدم اعطاء الطفل فرصه للاختيار في بعض الامور، كبت مشاعر الطفل والتقليل منها، عقاب وعنف مع الطفل، وصف الطفل ونعته باسماء، الحب المشروط، عدم اعطاء وقت للطفل، استخدام المقارنه مع الطفل، توبيخ الطفل علانيه، قواعد غير واضحه. دي يعني بعض الامثله اللي منها. طيب ايه بقى خلينا ناخد الامثله كده واحد واحد. بيكلمك مثلا عن فكره التدليل الزائد. التدليل الزائد، طيب ايه هو؟ بيقول لك ان التدليل الزائد ده ان انت بتقعد بقى يعني تدلع وكده، وبيشرحه لك في الشكل بتاعه، وبعد كده بيقول لك ايه اسبابه، وايه اشكاله، وايه اضراره، وايه الحل بقى، يعني نعمل ايه. وفي الاخر بيقول لك تدريب تربوي. يعني لو انت بتتفرج على الحلقة، فاهو الكتاب واهو شكل الحاجات اللي فيه. فتعالى بقى ناخد مثلا حاجات منه كده، ونتكلم عن المواقف اللي فيه. هنا مثلا بيتكلم زي ما قلنا عن التدليل، وايه افكار التدليل. فكرة التدليل بشكل عام، وده بقى اللي انا هلخص لك التلخيص: التدليل الزائد. التدليل الزائد بان انت تدلع ابنك، تدلع ابنك بزياده، كل طلباته مجابه، كل حاجه هو عايزها انت بتعملها له. طيب هتقولي ده ابني وانا فرحان بيه وبعمله اللي هو عايزه، ما عنديش اي مشكله في حاجه زي كده، دي حاجه كويسه جدا. بس تعال نفكر بقى مع الوقت، كل ما هيكبر كل ما هيبقى معتمد عليك انت في كل حاجه هو بيعملها. عايز يشرب انت هتجيب له يشرب، عايز ياكل انت هتجيب له ياكل، عايز يعمل حاجه انت هتعملها له. ولو جيت في وقت انت مش قادر تعمل الحاجه دي، هتلاقي رد فعل عنيف جدا، رد فعل صعب جدا، ومش هتقدر تسيطر عليه. فدي حاجه من الاضرار الصعبه. طيب ازاي نقدر نتعامل معاه؟ ما نخافش ونقول لا، ما نخافش ونقول انت حاول تعمل ده. نبتدي ناخده ونخليه هو يعمل حاجات بايديه، وده طبعا على حسب سنه. كل ما يبقى انت فاهم سنه يقدر يعمل ايه، تحاول معاه. ما قدرش يعمل، يبقى دي مش مناسبة للسن ده، تستنى عليه شوية. فدي حاجة او ده موقف من المواقف، وده هنحاول كده نعدي على كل موقف من المواقف الموجودة في الكتاب. تاني موقف من المواقف هو فكرة التوقعات المثالية. دايما او في نوع كده من المربين بيبقى متوقع ان الاطفال هتعمل كل حاجه صح، وعمره ما هيغلط ابدا، ولو غلط بنلاقي رد فعل الاهل صعب جدا. فخلي بالك من حاجه زي كده، ودايما توقعاتك تكون مثاليه على قد عمر الطفل، ما تتوقعش منه اكتر من كده. ما بتديش فرصه لطفلك ان هو يبقى عنده نوع من انواع الاختيار، وده مع الوقت بيعمل له نوع من انواع الكبت والغضب. لازم دايما مع الاطفال تديهم اختيارات فيما يناسبك انت. يعني نعمل ده ولا نعمل ده، ايه رأيك نلعب شوية بس ده هيأخر منك حاجة معينة، ايه رأيك تفضل قاعد ولا نستنى 5 دقايق ونروح. يعني حاجات كده بتقدر انت تختارها، وتديله اختيارين او اكتر في الحاجات اللي تقدر تناسبك. عندنا رابع حاجة: كبت مشاعر الطفل او التقليل منها، ودي خطيرة جدا جدا جدا. ليه بقى؟ مش بس من الكلام اللي موجود في الكتاب ده، لكن من الحاجات اللي قريتها عن الموضوع ده، ان ده بيأثر على دماغهم بشكل كبير جدا. وفكرة تعرفه على المشاعر الجديدة ده بيعمل زي موصلات عصبية كده أو طرق في الدماغ. انت لما بتكبتها أو بتقلل منها، بيقلل التوصيلات العصبية دي، ومع الوقت بيغير في كمية مخه لما بيكبر، وبيعاني بده في كبره الحقيقي. بعد كده عقاب والعنف مع الأطفال، ودي حاجة يعني مفروغ منها واتكلمنا عنها قبل كده. بعد كده حاجة اسمها ربط الفاعل بالفاعل. هنا بقى دي مثلا لما الطفل بيعمل حاجة فبتقول له أنا مش بحبك أو أنا زعلان منك، فهو بيربط ده إن أنت مش بتحبه، أو إن هو كده بقى منبوذ. لا، أنا عايزك تربط
الموقف ده انا زعلان عشان حصل كذا كذا كذا، او التصرف اللي حصل كذا كذا كذا. ما تقولوش برضو انا بحبك لو عملت كذا كذا كذا. دايما هتخلي عنده ربط ان هو لازم يعمل كذا عشان انت تحبه. بقى في نوع من انواع الشرط، وده هيجيلنا لفكرة الحب المشروط، ودي برضو حاجة من الحاجات الغلط جدا واللي بتأثر برضو في النفسية. لا، انت حب طفلك ايا كان الوضع بتاعه، وما تخليش دايما الافعال اللي هو يعملها مربوطة بان بابا هيحبك لو عملت كذا. لا، هو بابا بيحبك على طول سواء عملت كذا او كذا، بس خليك دايما عارف ايه التصرفات الصح اللي تعملها وايه التصرفات الغلط، واربط التصرف الغلط اللي هو عمله ده ان ده تصرف مش صح، انت زعلان منه عشان التصرف اللي مش صح، وفخور بيه عشان عمل كذا. لكن ما تربطش دايما الحب بحاجة. طيب هنا بيتكلم على الصراخ والتوجيه باللوم، ودي طبعا من ضمن الحاجات اللي فيها العنف. بعد كده برضه اتكلمنا عن الحب المشروط، فكرة توقع عدم تكرار الأخطاء، ودي برضه حاجة صعبة جدا. ليه؟ لأن أنت ككبير وأنت كمربي بتقع في أخطاء، سواء في حياتك سواء في شغلك سواء في كذا حاجة من الحاجات اللي أنت عايش فيهم. فليه عايز طفلك الصغير ده اللي ما كملش يعني سنتين تلاتة في الحياة ما يكررش الخطأ، وحاجة انت لسه قايله عليها من وقت فيكررها تاني؟ هو بطبيعته هيكررها، اوقات هيعمل صح واوقات هيعمل غلط. فلازم تبقى عندك دايما توقع بحاجة زي كده، ودايما يبقى عندك صبر في فكرة ان انت توجهه للافضل. حاجة برضو من الحاجات المواقف الصعبة جدا اللي احنا بنبقى متخيلين ان احنا قاعدين مع اطفالنا، بس بنبقى قاعدين كده جنبه ماسكين التليفون مركزين معاه. اه انا قاعد معاك اهو بلعب معاك، بس انا قاعد مش مركز في تفاصيله، مش مركز هو بيعمل ايه. ففكرة عدم ان انت بتدي اولوية للطفل او بتحسسه بان هو مميز، دي مؤثرة جدا وبتأثر في نفسيته. ومع الوقت بتفقد الاتصال بينك وبينه، وبيبقى الموضوع صعب جدا. فحاول دايما ان انت تخصص له وقت في يومك، حتى لو الوقت ده صغير، بس دايما تفهمه تعالى احنا هنقعد سوا مثلا الساعة دي، او ابدأها بربع ساعة، ابدأها ب10 دقايق، حتى احنا هنقعد سوا في الوقت ده نعمل كل اللي انت عايزه ايا كان بقى اللي هو عايزه. ده هيحسسه من جواه ان هو مميز، ان هو محبوب، ان انت متفاعل معاه، وتسيبه يعمل كل حاجة في نطاق برضو عدم اذيته او عدم اذية الغير او عدم تبويظ اي حاجة، في نطاق الحاجة اللي نقدر نصلحها او الحاجة اللي نقدر نلمها تاني. نتعلم ده. وبرضو حتة برضو ان هو الاخطاء اللي بتؤذي الحاجات اللي حواليه او بتبوظ الحيطان، زي مثلا يكتب على الحيطان، يكتب مش عارف على ايه، برضو رد الفعل ما يكونش قوي، رد الفعل يكون على قد الفعل. وطالما حاجة نقدر نتلافاها، طالما هو ما اذاش نفسه، نقدر نفهمه ازاي يقدر يحل المشكلة دي. من برضو الحاجات اللي هي فكرة توبيخ الطفل قدام الناس. طفلك عمل حاجة قدام الناس، انت غصب عنك بتنفعل وتقوم تزعق له وي 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 وي. ده بيأثر جامد جامد جامد. تخيل كده معايا ان انت في الشغل وقدام زملائك عملت غلطة، جه مديرك وبخك قدام الشركة كلها، هيكون احساسك ايه؟ تخيل احساسك ده بقى واضربه في 10 بالنسبة للطفل. ليه بقى بقولك تضربه في 10؟ لان بالنسبة للطفل هو حاجة كده قد كده، وانت شخص عملاق بالنسبة له، وبتزعق له قدام حاجة وحواليه عمالقة بالنسبة له شايفين كل ده. فده بيبقى مؤثر جدا. فتخيل ده وخد المواقف دي ووجه بالراحة، تنادي عليه كده وتكلمه، تاخده بعيد وتكلمه، او توجهه بشكل بسيط، ويبقى الكلام او توضيح الكلام بعيدا عن الناس اللي حواليه او بعيدا عن انظار الناس. عارف الموضوع صعب، وعارف الموضوع هتقول ان هو الناس كاتباه وخلاص وده محدش بيحققه، لكن عايز اقولك هو موضوع مش سهل ابدا. الموضوع او من خبرتي ال3 سنين مع بنتي شايف ان الموضوع بيحتاج صبر كبير جدا، وبيحتاج تغيير في النفس. ودول حاجتين مهمين جدا عشان تقدر تتعلم فيهم. مش هقولك انا ما بغلطش، احنا بنغلط كتير جدا وعندنا مشاكل كبيرة جدا، بس بنحاول على قد ما نقدر نتعلم ونفهم ونقرأ ونغير من نفسينا عشان نغيرهم ونخليهم احسن. وممكن اللي احنا بنعمله ده غلط، وممكن اللي احنا بنعمله ده صح. في الاخر بشوف دايما ان احنا اللي بنخوض التجربة بتاعتنا دي فنخوضها بالطريقة اللي احنا هنتحملها، وفي الاخر اللي احنا بنزرعه دلوقتي هنحصده بعدين. فاتمنى نكون ربنا يوفقنا في اللي احنا بنحاول نعمله، واكيد السعي اللي احنا بنحاول نسعاه والكلام اللي احنا بنحاول نقراه اكيد بنحاول نستفيد بيه بشكل كبير جدا، ونحاول ان احنا ننفذه. دي حلقة كانت خفيفة وبسيطة، حاولت ألخص التلخيص اللي في الكتاب. والكتاب هو اسمها لأنها تفرق، للكاتبة هايدي المصري، الصادر عن دار عصير الكتب. يعني بحاول على قد ما اقدر اعمل لكم حلقات ونكمل السلسله دي. قولوا لي تحت في التعليقات لو تحبوا نتكلم على كتب اكتر، كتب مختلفه، كتب بعينها عايزين تعرفوا فكرتها، احاول ان اكلمكم عنها، اقراها واحاول اكلمكم عنها في اقرب وقت ممكن. هي بتاخد وقت شويه لان الكتب بتبقى
معلوماتها اكبر عن الروايات، وبحتاج ان انا اركز فيها شويه. وعشان كده ده يمكن كان انطلاقة الحلقة او انطلاقة السلسلة دي خدت وقت كبير. وعايز اقول لكم ان كتاب الف باء صحة نفسية ده يمكن اتسجل مرات كتيرة، بس كان دايما بيحصل فيه مشاكل في التسجيل. اتمنى تكون السلسلة ماشية المرة دي بسلاسة، واتمنى انها تكون ممتعة بالنسبة لكم. ولو في اي تعليقات او في اي نصائح ليكم للتطوير اكتر في السلسلة دي، اتمنى ان اسمعها منكم. اشوفكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست من قلب كتاب. سلام.